المنتخب المغربي الآن صعد تحت 17 ولكن ينتظر الدعم للمدرب والجهاز الفني والإداري. بعد الخسارتين هجوم كثير وكبير على نبيل باها. شفت الهجوم كيف كابتن عيسى؟ نعم. وفي يوم فاز بالامس 16-0. لا خفت الامور. هذا افضل مدرب. نحن عاطفيين ترى والله. خسر مباراتين نبيل باها، شلوا عليه هجوم كبير، فاز مباراه 16 قال لا مدرب مزيان، كان الامل بيروح يعني. ولكن خلاص ان شاء الله يروح بعيد في كاس العالم. كبيرة. 16 اعتبر نتيجه. انت صمت في مباراتين، كنت صايم فطرت 16. كذلك من الشارع الرياضي المغربي دعم نبيل باها وكذلك منتخب الصغير بالسن. الضغوطات كثيره، يعني المنتخب الصغير بالسن. يا كذلك الشارع الرياضي المغربي خفوا شويه على نبيل باها وخفوا على اللاعبين كذلك. خسروا مباراتين، هذه كره القدم، ولكن ندعم المدرب وندعم كذلك اللاعبين. كابتن عيسى لعيبه صغار يعني، وانت مدرب. اكيد يعني الشارع المغربي دائما طبعا بتحقيق البطولات. يمكن البطوله اللي احرزت في الفتره الاخيره كاس العالم تحت 20 سنه، الضغوطات الكبيره هذه كلها تحولت على فريق تحت 17 سنه. ولا انسى استاذ عبد الله، يعني 17 سنه لا زال اللاعب الناشئ صغير نفسيا ذهنيا، هذه يحتاج عمل كبير من غير الغيابات الموجوده في المنتخب المغربي. فللامانه الضغوطات هذه كلها يعني تحولت في اول مبارتين واثرت كبير على المنتخب، لكن تدارك مدرب الفريق الكابتن نبيل باها امس بالنتيجه عاليه جدا، مما عاد الى الامل مره ثانيه للصعود. حاليا المنتخب ممكن شوي تخف عليه الضغوطات بعد الفوز بالنتيجه الكبيره امس، لكن احنا نقول للشارع المغربي لا زال المنتخب بعده في بداياته. اكيد الضغوطات الكبيره ما راح تولد الا النتائج السلبيه. لازم كل فئه تعامل بالعقليه المناسبه لها. بالضبط. فهذا هو المطلوب من الشارع الرياضي المغربي في الفتره القادمه إن شاء الله. قبل ما اقول اي حاجه في الفيديو ده، بعد اذنكم اسمحوا لي ان انا اشكر الاعلام الاماراتي جزيل الشكر، واشكر الاستاذ عبد الله الكعبي. الصراحه الناس عاملين مجهود خرافي في تقديم وفي دعم وفي تشجيع كل ما هو عربي اولا، وكل ما هو مغربي على وجه الخصوص يشكروا على هذا المجهود الرائع. يعني انا شايف انه الاستاذ عبد الله الكعبي يستحق الشكر والتقدير الصراحه. يعني اللي بيعمله من مجهود لاظهار والقاء الضوء على الاحداث الرياضيه المغربيه شيء محمود وشيء يشكر. دي اول حاجه عايز اقولها. وعايز اقول حاجه تانية، حاجه مهمه جدا في دقيقة واحدة بس ونخش في موضوعنا. يعني هما الغراب حبوني والغراب كرهوني، مش هوضح اكتر من كده. للأسف من فين؟ من المحيط للخليج. وفي الخليج يكرم المغرب ويكرم شعب المغرب وتفرد القنوات والصحف الكلام عن الإنجازات المغربية اللي هي بالمناسبة هي فرضت نفسها، هي تفرض نفسها على الجميع. محدش بيدي من المغرب حاجة من عنده، لا، احنا كلنا كإعلام مصري وكإعلام إماراتي وكإعلام عربي عامة كلنا يعني بنقرر واقع. بنحترم المغرب لأنه محترم، بنقدر المغرب لأنه ذات تقدير، بنعز المغرب لأنه أعزه الله وأعزه أبناؤه بمجهودهم. المغرب النهاردة حق، والحق أحق أن يتبع. اللي بيعمل المغرب النهاردة هو ولاده وإيدين ولاده. النهاردة أكبر نتيجة تاريخية في تاريخ كأس العالم من نصيب ولاد المغرب بسواعد أشبال المغرب، بل أسود المغرب المغاوير اللي التهموا. مش عارف أقول لك إيه، مش عارف أقول لك إزاي يبقى فيه 16 هدف
انا يعني ولا في الاحلام تسمع عنها، واللي يقول لك غير كده قول له هات لي حصل امتى. المغرب يحتل المرتبة الأولى في الموسوعة القياسية لأكبر نتيجة تاريخية في كأس العالم بنتيجة 16-0. المغرب قدر يحول الهزيمة إلى نصر ونجاة. هذا ما فعله المغرب. عايز أقول لك يكفيك إنك تعرف إن فارق الأهداف من -8 من -8 إلى -8 +8. إزاي؟ هي دي المعجزة، هو ده الإنجاز المغربي، هو ده اللي عملوه يعني أولاد المغرب، وعملوه باحترافية. أولاد زياد باها اللي الصراحة يعني لاقى نبيل باها اللي هو ابنه زياد باها برضو، الاثنين يعني الصراحة لاقوا انتقادات كبيرة جدا كبيرة جدا. حتى الإعلام الإماراتي والأستاذ عبد الله الكعبي أشار لده، وأشار إن إحنا لازم النهاردة ندعم منتخب نبيل باها، وندعم ابنه اللي ده جايب 3 أهداف من ضمن الأهداف على فكرة. يمكن ما فيش لعيب ما جابش. الخسارة من حق طبعا الشعب المغربي كان يزعل، ولكن احنا وضحنا وقلنا اللي عندنا بالنسبة لمباراة اليابان، ومش هنعيد تاني، وبالنسبة لمباراة البرتغال. ولكن ال8 أهداف، ال2 بتوع اليابان وال6 بتوع البرتغال اللي كانوا -8، المغرب جاب ال8 علشان يعادلهم، فبقى 0 يعني 0 بقى خلاص، بقى يعني ايكوال 0، ولا لينا ولا علينا. ولكن المغرب لم يكتفي بهذا، وما خلاش ان هو بدل -8 فنبقى 0 ونبقى مثلا معانا 1 معانا 2، لا 8. يعني انا مش كنت -8، لا هبقى موجب 8، هبقى معايا 8 بدل ما ان كنت بناقص هتبقى بالزائد. هو ده الاعجاز المغربي لو تبص لها كده، وكأن في تصميم وفي إرادة على هذا الرقم، وكأن في تصميم وفي إرادة على كسر وتحطيم الرقم القياسي العالمي. الموضوع عند المغرب مش ماشي عشوائي أبدا، مش ماشي فوضوي، ماشي بالحساب، ماشي بالورقة والقلم. لو تبص لها كده هتقتنع باللي بقول لك عليه، وكمان يصعد كأحسن توالد، يمكن أحسن تالت، وفرق أهداف ما فيش حد جايبه، ما خلاص. فإذن المغرب يحقق الإنجاز ويحول الهزيمة إلى نصر ونجاة ورقم قياسي وكتابة للتاريخ لن تزول إلا برقم جديد. بقول لك من دلوقتي يحيينا ويحييكم ربنا، أو للأولاد والأحفاد، إذا كان هيحصل ده قريب أو بعيد هيكون مغربي برضو، اللي هيكسر برضو الرقم المغربي هو مغربي. فبقولها من دلوقتي، وخد وثيقة الفيديو ده ممكن نتحسب عليه سواء كنا أحياء أو عند وجه رب كريم، ولكن علينا ان احنا نقول كلمة الحق، علينا ان احنا نعطي كل ذي حق حقه. النهاردة نبيل باها وأولاده وجهازه الفني والأستاذ فوزي الأقجع وكل من نالوا الانتقادات اللاذعة ونالوا الهجوم الشرس، النهاردة المفروض ان احنا نسقف له ونقول له برافو، ونقول له انت اجتهدت وانت اسعدتنا وانت فرحتنا وانت رفعت راسنا، ومش رفعت راسنا بس كمغاربة وككل مغربي وكل مغربي، لا، ده رفع راس الوطن العربي كله. وديكوا شايفين الاعلام الاماراتي، وديكوا شفتوا الاعلام المصري، وديكوا شفتوا حتى الاعلام العالمي في الفيديو اللي فات اللي عايز يتفرج عليه. شيء مبهر، شيء يدعو للفخر فعلا من كل مغربي ومن كل مغربية.
كان النهارده وفي الفيديو ده كان واجب علينا ان احنا نيجي ونتكلم ونعطي كل ذي حق حقه من منتخب المغرب، من مش هقول اشبال، هم اسود واولاد اسود واحفاد اسود. بقول لكم من دلوقتي بالدعم وبالتشجيع، منتخب تحت ال17 لن يقل عن انجاز تحت ال20. بس قول يا رب، وقول ما شاء الله تبارك الله عليك يا مغرب، وعلى اولادك الحلوين اللي مفرحينا واللي مخليين سيرة افريقيا والوطن العربي والمغرب على كل لسان بالخير في جميع العالم. النهارده العالم بيقف وقفة انتباه، وقفة احترام، وقفة تقدير، وقفة تعظيم، وقفة تقدير لكل اللي بيعمله المغرب، ولهذه الراية الشامخة اللي بتنتصر في جميع المجالات. تاني بقول، لأن المغرب حق، والحق أحق أن يتبع.